متحاولش ايه برضو تقفل الدراج قوي عشان خاطر البوصة ما يحصلهاش حاجة. ماشي. اعذروني بقى ايه، انا ممكن ابقى بعيد بس انا قعدت هعاني بقى شوية كل شوية عشان ايه اقوم او احاول اقرب لكم ايه السمك ان شاء الله يكرمنا يا رب من عنده. طبعا مجمد خالص، فهبتدي بالكاليماري. هقص الكاليماري قطع ماشي على قد السن. نجيب السن هندككه بالطريقة اللي احنا عارفينها. طرف السن اخرجه من الناحية التانية وارجع ادخل طرف السن تاني جوه الطعم، واخلي بس ايه راس السن هو اللي باين. ماشي. نفس القصة في الوش التاني. وبرضه عشان تبقوا عارفين انا مش بعرف اصور ليه الوضع هنا، يا اما تركز في الصيد يا اما تصور. وزي ما انتم شايفين الوقت يعني بيجري خلاص. تمام. برفع السبحة يا دوبك بحيث ان الرابطة بتاعتي ما تخشش جوه الحلقة، وبعد كده بمسك بطرف صباعي الخيط وبفتح الباك اب وبرمي ورا الشعبة اللي انت المفروض تبقى حافظ مكانها. انا عارف مكانها فين، فبرمي وراها والم الخيط الزيادة بحيث ان يبقى الخيط مفرود. وبعد كده عيني على طرف القصبة، نقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت تاكل اهي، بدأت تشد معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله 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 ما شاء الله. دي بونجزاية دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بونجزاية بسم الله ما شاء الله، بونجزاية حلوة. وادي اول استفتاح. تمام. شايفين. نفتح الباك اب، نحط القصب على جنب. ادي البونجزاية الحلوة بتاعتنا اهي. تمام. كفافي حلو. هو ده الحجم، بيكبر شوية بقى بس ايه. تمام. نجيب العياشة بس نشف ايدينا. انا كنت حاطط سنين. تمام. مقاس كبير ومقاس صغير، سن مقاس 2 وسن مقاس 3. فهنعرف دلوقتي هي كلت على انهي سن عشان نربط زيه. حلو قوي. هي كده تعتبر كلت على السن الكبير، فده معناه ان السمكه فاتحه بقها وبتاكل، ودي حاجه مبشره. خلوني اعمل وش تاني المكان اللي احنا قصيناه دوت. هقص خالص الزياده. هاخد مقاس السن اللي هو مقاس 2. نجيب الخيط. هاخد المرة دي الخيط 40، لأن واضح إن السمكة إيه مش فارقة معاها مقاس الخيط. هي فاتحة بقها. ازاي تربط الخيط لما السن يقطع، انا اوريدي عامل برضو فيديو عن الموضوع دوت. تمام. هو كلع الكاليماري لسه كمان، لما هننزل بقى بالماكريل الزفارة هتبقى زيادة. نبتدي بقى ايه نزود طعم شوية عشان نستهدف الأسماك الأكبر حجما. زي ما قلت لكم مجرد ما لكعت أنا لميت على طول
حتى لو معيش سمكة لازم الم للاخر وارجع بعد كده ارمي تاني، عشان خاطر الحركة ان انت لكعت وتسيبها تنزل، هتنزل ساعتها في الشعبة وهتوعر منك. بسم الله الرحمن الرحيم. ميزة الخيط الالوان ان انت بتبقى عارف اللون اللي ممكن بعد كده ايه توقف ان الخيط ما يسحبش وانت بتحدف، فبتعلم بعد كده اللون. خلي الخيط مفرود ونستنى كده ان شاء الله. الهزات البسيطة دي تخليك متسرع وتلقى على طول. انت استنى ايه، في لكعة معينة كده بتبقى شديدة شوية، هي دي اللي ايه هترد عليها. هو مفيش تنقير، هو واضح ان ايه في شفط، يعني السمك مش بينقر، انا مش شايف نقرات، بس شايف الخيط بيتشد بالراحة ويقف ويتشد بالراحة ويقف. تمام اهي، فواضح ان هو بيبلع. لو هي حست بقى بان هي بلع حاجة وفي حاجة بتشدها معاكسة لحركة المشي بتاعتها، هتلاقي ساعتها بقى بتجري. بس انا مش عايز اجازف والكع بحيث ان انا ما اوعرش، كله باوانه. بسم الله. ممكن كده تكون ايه وعرت، او الطعم اتاكل لان كان في اكل وبعدين وقف. ساعات الوقوف دوت بيبقى سمكة كبيرة جت حضرت في المكان، فتلاقي السمك الصغير اللي بياكل ده هرب، عشان يدي مساحة للسمكة الكبيرة انها تيجي ايه تستكشف وتاكل ايه الطعم. ف... فهنا الواحد بيفضل صابر، تمام، مش عايز يلم على امل ان تكون هي دي اللحظة اللي حضرت فيها السمكة الكبيرة. بس هو المفروض لما الدنيا بتطول كده انت بتلم تاني وتشوف الوضع فيه ايه، الطعم سليم، الرصاصة مش موعرة ولا لا. انا الرصاصة عندي مش موعرة. تمام. والطعم زي ما هو، يبقى انا كنت نازل في حتة مش مش صح، او فعلا زي ما انا قلت سمكة كبيرة كانت حاضرة وانا اتسعجلت. اهي بدأت تاكل اهي، بتنقر على طول، الخيط ريح. واضح انا كده معايا سمكة. بسم الله بسم الله. ادي السمكة التانية اهو يا رجالة، ما شاء الله 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 ما شاء الله. دخلت في شعبة، دخلت في شعبة، دخلت في شعبة عشان انا رخيت البوصة. تمام. لفت على الشعبة، فانا ايه هديها مساحة بحيث انها تخرج. اهي خرجت. عادي بقى، عادي عادي، تعالي 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 تعالي. ما شاء الله، اتنين يا رجالة، اتنين، اتنين يا رجالة، اتنين. صباحكم فل. ادي الاتنين اهو، احلى صباح واحلى استباحة. سمكتين اهم. نفتح الباك اب. للاسف الخريط دي بلعة. ادي السمكتين اهم، دي البونجز ودي سمكة الحريد. دي بلعة، هضطر اقص تاني وارجعها المية لان انا ما بحبش الحريد. خليها هنا مش بنعيشها.
بالنسبة للحريت فانا هقص السن، شكلها مبطرخة كمان فحرام ترجع المية تاني. الوش ده مكتوب علينا نقعد نقطع منه. بس زيادة. نجرب بقى ايه. طلعنا الماكريل، نقطع بقى الماكريل ومعاه كاليماري. حط الماكريل مع كاليماري. نقفل الباك اب، نرفع السبحة ونقول بسم الله. الرمية التالتة، انتوا شايفين اهو كل رمية بسمكة. الحمد لله اليوم جميل. هنا اهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله. حريد تاني صغيرة، الحمد لله مش بلعة زي التانية، فعلى طول فك وهي وقعت. حريد بيحب الماكريل، بيعشق الماكريل والبونجز برضو، فعشان كده هو ايه شكله ده الوقت بتاعه، فهو حاضر وعمال ايه ما بيسميش. نقطع كاليماري. حتى الكاليماري اللي في السن الاولاني اتاكل اصلا. الحمد لله اليوم ايه مبشر جدا. احنا في شهر 6 دلوقتي، فالمفروض كده ايه بدأ كل السمك يبتدي ايه ينشط. عملية التكاثر دي خلاص خلصت، فايه فهتلاقي كل الانواع بدأت تنشط دلوقتي. تمام، غير طبعا الانواع بتاعت الشتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الكلام؟ انتوا معايا ولا نايمتكوا ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ياكل اهو. في نار جامد كمان، بس انا اللي ايه مش عايز الكع. يلا. اتسرعت اتسرعت اتسرعت. بس ايه في سن التاكل. ودي بتبقى الاجواء يعني، هي دي الاجواء بتاعت صيد الشط. قاعد منك للبحر، كل تركيزك مع السن السمكة بتاكل ازاي. دايما على قد ما تقدروا نضفوا ايديكم من الزفارة عشان بس المكان ما يبص ويعيش معاكم اطول وقت. خلاص، ادي الخيط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تفتها. انا ايه لكعت، لازم الم للاخر وارجع ارمي تاني حتى لو فيها الطعم عشان ما تنزلش على الوعر. هو
زي ما انتم شايفين هي فيها الطعم، ما خدتش فرصتها انها تبلعها وانا لكعت. فلازم الم للاخر، لو لميت ونزلت هتلاقي ايه رصاصه سارحه على الشعبه وعارت. صلي صلي. كانت بلعه ومش حاسه انها معاها حاجه، اهي جت اهي. ولما شديت عليها، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حريت بلع، حريت 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 حريت. انا مش بحب الحريت، وحريت احجام كمان. لا عايز ارجعك والله، انا مش عايز منك حاجه. طلعنا السن، ارجعي لمرساكي ومجراكي. يلا. في ناس بتحب، هو بيتاكل يعني هو الحريت بيتاكل وفي ناس بتحبه، بس انا النوع ده من السمك في الاكل، لكن هو في الصيد ممتع جدا برضه. هو جعان بيضرب على كاليماري وبيضرب على ماكريل، ف كده شغال، كده شغال وكده شغال. بس انا محتاج نزفر. بس انا كده مضطر ايه ارمي في جنب مختلف، عشان خاطر ايه انا مش عايز الحريت دوت. الحريت ده من فصيلة البغبغان، من عائلة البغبغان برضو، بس هو بيتغذى على اللحمة، اللحوم. البغبغان بياكل طحالب نقفل البقر. أهم حاجة في الصيد التأني، بلاش صربعة. تمام. بسم الله. رميت ايه شمال شوية بحيث نشوف الدنيا فيها ايه. بنقر اهو. ده حريت برضه. ده حريت اللي معايا، ده حريت. جت اهي، جت اهي. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. يا كريم يا رب. شكلها صغير. لا والله بونجزاية، بونجزاية. اه السن الوعر تحت قطع، كان معايا بونجزاية وحريت. دي بونجزاية صغيرة، شوكها صعب جدا. هي وقعت، كنت محتار اخدها ولا ارميها، اخدها ولا ارميها. تمام. ويعني حجمها صغير وفي نفس الوقت ايه بتتاكل. فهي قالت لك مع السلامة. انت هتقعد تفكر. السن الوعر ده قطع، نعمل سن تاني. والله انا مستمتع جدا الصراحة
في صيد على طول. انا كنت فاكر ان انا هقوم كل شويه واطفي الكاميرا الكلام ده كله، بس الاكل شغال على طول اهو، مع كل رميه في اكل. يمكن مره واحده بس اللي ايه اتسرعت. واحد اتنين تلاته. الموضوع ممتع يا جماعه، زي ما انتم شايفين انت بتستمتع، فالواحد مش شايل هم بقى انه بيوعر وبيقطع. آه عايز اقول لكم ان هنا زي ما انتم شايفين هنا، انتم مش عارف هتبقى واضحه بالنسبه لكم ولا لا، بس الخيط بدأ ايه من كتر الاحتكاك بالشعب بدأ ينسل، فممكن مع سمكة كبيرة تقطع السبحة. تمام، فدايما ابقوا خلي بالكم وراجعوا على الموضوع دوت. ماشي. السن التاني فيه برضو نزود عليه مش هيخسر حاجة، السمك كده كده واكل اصلا. ننضف ايدينا و انا بعد الحتفة دي كده ايه اروح اشرب لي شوية مية، واشرب لي حاجة عصير اللي انا جايبه دوت، وارجع لكم تاني واطمن برضو على الفيديو اذا كان شغال ولا لا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يلا بينا، يلا 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 يلا. دي ايه دي؟ ايه دي يا باشا؟ اديني بونجز 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 بونجز. مشكلة البونجز ان ايه، تمام، ليه شوك ويقعد ايه يلسوعك كده. وقعت لتاني مرة وقعت لتاني مرة. بس انا مبسوط جدا الصراحة، انا مبسوط ان انا ايه عمال الكع واتعايش مع الاكشن مش هادفني السمك والله على قد ما انا مستمتع بالصيد يعني. كده 2-2 للسمك، 2 جبتهم وقعوا و2 معايا، وادي التالتة اهي، ودي كبيرة، وبإذن الله يا رب هتخش ايه في شبكة العياشة. شكلها ايه دي؟ حريد 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 حريد، اكشنه رهيب اكشنه رهيب اكشنه رهيب. حريد تاني حريد تاني، بس الحمد لله مش بلعب. اكشنه رهيب. فك السبحة، فك قصدي الباك اب، مش مسربعين. حط الحاجة على جنب، بالراحة يا معلم، والله هرجعك هرجعك هرجعك. اسمك محترم، بس هرجعك والله هرجعك. شايفين اسمك محترم اهي، بس انا الصراحة ما باكلهاش فحرام. شايفين اهي، مع السلامة. خش على اللي بعده. هو مش راحم. ماشي، انا قلت هقوم واشرب مية بس برضه الصيد ممتع. خلي بس الخيط مفرود وتلاقي ايه الاكشن على طول. بس فعلا بعد دي هقوم عشان لازم ابص اشوف انا مصور ولا لا صلي 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 صلي. وعرت وعرت وعرت
سمكة لئيمة. بس هتروحي مني فين؟ ان شاء الله هجيبك. احنا لما بنسيبها شوية كده هي بتبقى نازلة تحت الشعبة، الخيط بيبقى معلق من فوق الشعبة والسمكة بتبقى تحت، فاحنا بنريح لها شوية بحيث انها ايه، تحس انها حرة فتجري لشعبة تانية، وهي بتجري لشعبة تانية انت تروح ايه رادد وتهرب من التوعيرة اللي انت ايه حطيتك فيها السمكة. تمام. آه ده الهدف من ان انت ساعات بتريح الخيط. ده طبعا مع اي نوع سمك عشب مش بيسكن جوه الجحر، لكن الاسماك اللي هي بتبقى ساكنه جوه الجحر ديت انت لازم تبقى شادد عليها الخيط بصفه مستمره، بحيث كل ما هتديها كل ما هي تنزل تبيت في الشعب اكتر. فكل سمكه وليها طريقه ايه مسايسه. تمام. هي للاسف الخيط نفسه بقى هو اللي لف فعلا على الشعبة وهي مزنوقة وهي محشورة وانا محشور، مش عارف اعمل ايه. أه بص انا اديتها اهو هي سحبت. خلينا نشوف المعركة دي هتخلص على ايه. خلينا كده اشد من ناحية من جنب. بص بص، شمال مفيش، يمين مفيش، فوق مفيش، تحت مفيش. متنسوش الماسكة الصح للقصبة اهو، شايفين ايدي على الخيط، عايز احس بالسمكة، عايز اشوف بتاكل ولا لأ، او عيني على طرف السنارة. ايدي مرتاحة، مريحة على كف ايدي في نفس الوقت مالكها. خلاص. لو مسكت انا من هنا كل ده محمل جامد على دراعي. خلاص. لو مسكت من هنا هتضايقني ومش هعرف الكع ومش هعرف اتعامل. ف دي المسكة الممتازة. هي كده خلاص. للأسف هضطر اقطع، والصراحة السبحة عملت اللي عليها وزيادة. نعمل سبحة جديدة مفيش مشاكل، وممكن والله تطلع يعني مش شرط، يعني ممكن بس السن اللي يقطع وتطلع. بس انا عايز اجيبها عليا. ايوه. انا هحاول ايه اخرجها، هز كده، بس هي لا، هي مفيش خالص. حتى السمكة اصلا تفتها، يعني السمكة سلكت نفسها وسابتني. خلاص راحت. ونقول لها متشكرين، عملت اللي عليكي لغاية وطلعت لنا سمك وامتعتينا. آه حلو الكلام. خليني ناخد فاصل عشان بدأت اسيح من الشمس، وارجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله، بونجزات تانية اهي. تمام. اعذروني بقى انا بحاول اصور ايه من غير ستاند عشان خاطر ايه البطارية، فبصور وبقفل. عايز اقول لكم السمكة دي كانت معرة. تمام والله بجد ما يقل فوق عن ال10 دقايق. فضلت معاها وفي الاخر فضلت افضل شادد عليها شادد عليها، وبعد كده ايه سبت الخيط ورجعت الم تاني لقيتها خرجت من الشعبة. فالحمد لله يعني. ما تستعجلوش وتقطعوا السبحة عشان خاطر ان انت عايز ايه ترجع ترمي تاني. السمكة معاك مش هتروح في حتة. خلاص. اصبر على قد ما تقدر، وهو ده الهدف من الصيد، الصبر 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 يا جماعة. ماشي. طلعنا برضو السمكة دي. الصراحة انا مش فاكر اسمها، كنت بسمع ان هي بيقولوا عليها الظابط. تمام. بس مش عارف هي اسمها ايه. معلش معرفتش اصور، البطارية ضعيفة،
فقربت تفصل، فيا دوبك ايه احاول اجيب لكم ايه لقطات السمك. تمام. بس يا شباب انا مضطر للاسف انهي الفيديو، مع ان والله لسه الدنيا شغاله وكنت عايز نستمتع اكتر، بس البطاريه قربت تفصل، فهضطر اقفل الفيديو على كده. ويا رب تكونوا انبسطتوا وشوفوا فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.